من وقت ما أول حد في حياتي سابني وكنت بحبه، ما كنتش بفكر خلاص في الموضوع بتاع الجواز ده. تقريبا كنت شايلة الفكرة دي من دماغي، بس أهلي بقى كانوا هيموتوا ويجوزوني. معرفش ليه، رغم إن احنا يعني ظروفنا المادية كانت كويسة. ما كانوش مثلا عايزين يخلصوا مني ولا حاجة، بس ده هو اللي حصل. أعمل إيه؟ أنا اسمي رقية، عشت واتربيت مع 2 إخوات بنات وولد صغير. أنا كنت أكبر إخواتي، كنت بحب واحد جارنا، وبعد كده نقل وعزل من مكان تاني خالص، واختفى تماما من حياتي. ما بقيتش عارفة عنه أي حاجة. خلصت الدراسة بتاعتي وأخدت 2 سنين معهد وقعدت في البيت. ما كنتش بشتغل ولا بروح في أي حتة خالص، وكانت كل حياتي عبارة عن إني أصحى الصبح بدري، أعمل شغل البيت وأساعد أمي وأخلص على كده. ومبقاش في أي حاجة تاني في حياتي. قررت إني أنا ما أحبش تاني، وعلشان كده ما كانش في دماغي خالص فكرة الجواز دي. بس أمي كل شوية تقولي هو أنت مش هتتخطبي زي فلانة، مش هنفرح بيكي زي علانة. وأنا ما كنتش برد عليها، بس كنت بقول لها لسه ما جاش النصيب. وأنا فعلا ما كانش بيجيلي حد مناسب، لحد ما في واحد كان بيدور على عروسة، وواحدة قريبتنا دلته عليا، يعني جواز صالونات. كان اسمه حسين. حسين جه وشفته أول مرة، ما حسيتش بأي حاجة من ناحيته، ما علقتش على أي حاجة، وفضل برضه ما عنديش شغف لأي شيء، ولا خطوبة ولا ارتباط ولا جواز ولا أي حاجة خالص. ومع ذلك كنت كويسة جدا معاه، بعمله كويس جدا لما كان بيجي وكنت بستناه، وبعمله زيارة وكل حاجة. يعني كنت بهتم بكل حاجة، رغم إن أنا يعني من جوايا بجد كنت فاقدة الشغف تماما. ما عنديش أي إحساس ولا مشاعر حقيقية، لا بالفرحة ولا بالسعادة ولا أي شيء. حسين كان شخصية غامضة، وكان غريبة جدا. يعني لحد لما عدت كده فترة الخطوبة وخلاص، خلاص كنا بنجهز للفرح بجد. كان يعني جايب كل حاجة كويسة، يعني ما استخسرش فيا أي حاجة. جهزت شقة جميلة قوي، وكل حاجة كانت فيها كانت على ذوقي أنا. كل حاجة كنت بعملها كما يجب أن يكون. وجه يوم الفرح. اليوم ده كان أتعس يوم في حياتي، لأنه زي ما قلت لكم كده كنت فاقدة الشغف، وزي ما أكون يعني بمثل على نفسي أو بوهم نفسي. وكمان يعني لما دخلنا الأوضة، حسيت إن هو ما عندوش أي عاطفة ناحيتي، ولا حسيت برأفة ولا بحنية. كان أناني أوي في العلاقة الزوجية. يعني كان أهم حاجة عنده هو وبس، هو ينبسط، هو يبقى فرحان، هو ياخد اللي هو عايزه وبس. مش مهم الإنسان اللي معاه ديت تحس بإيه، أو يعني هتتأثر بإيه. لكن أنا برضو يعني ما كانش عندي مشكلة في الوقت ده. وبعد فترة حسيت إن أنا اتعودت على حسين، خدت عليه وعلى تصرفاته، حتى الحاجات الوحشة اللي كانت فيه يعني اتعودت عليها خلاص. وبقيت بنبسط في العلاقة كده، يعني بقيت بحبه، يعني بقيت مرتاحة له وخلاص. هو بقى جوزي وكل حياتي، وما بقيتش يعني بفكر في أي حاجة وحشة. لما بدأت فعلا أحس من جوايا إن أنا بحبه، ولا كنت بلومه على أي حاجة، لأن يعني كنت عارفة إن في كتير جدا من الرجالة ما بتهتمش بمشاعر الست. هو المفروض إن انتي بقى تسعدي نفسك بنفسك وقت العلاقة. وخلاص على كده وصلت للمرحلة دي. وبعديها بشوية لقيت نفسي حامل. بصراحة فرحت قوي إن أنا يعني هيبقى عندي طفل، أكيد يعني هيغير جزء كبير جدا من الروتين بتاع حياتي، اللي كنت أيامها يعني بدأت خلاص بقى أزهق منه. زائد إني أنا في يوم وليلة اتجوزت وخلاص، بقى عندي أسرة وبيت، وكمان هيبقى عندي ولاد. فأكيد الحالة دي يعني كلها أنا كنت فيها كانت يعني موصلاني إني أنا أكون فعلا سعيدة. المهم عدت فترة الحمل، وأنا كنت قرفانة من الدنيا كلها وزهقانة من كل حاجة، وطبعا ده بسبب الوحم. لحد لما ربنا كرمني وفعلا ولدت، وقضيت فترة الولادة ديت عند أمي. جبت بنوتة زي القمر، وحسين والعيلة كلها كانوا فرحانين بيها أوي. ولما عديت فترة النفاس، عديتها طبعا عند ماما، علشان طبعا ببقى تعبانة وببقى محتاجة حد إن هو يقف جنبي. زائد إن دي كمان كانت أول خلفة ليا، فأنا لسه يعني ما عنديش أي خبرة في أي شيء. خلصت فترة النفاس بعد 40 يوم بالظبط، رحت مروحة على شقتي. وطبعا حسين كان هيموت عليا، وكان مستنيني، بس يعني إن الفترة دي تعدي، وكان مستني بفارغ الصبر. وبصراحة هو كمان كان وحشني أوي. نيمت النونة اللي كانت بتنام من 24 ساعة، وبتصحى وقت قليل جدا، يعني تاخد رضعتها وتنام، وهكذا. لأن الوقت ده كانت لسه صغيرة، وجهزت نفسي بقى، وكنت مظبطة نفسي وأنا عند ماما، يعني قبل ما أمشي، لأني كمان عاملة حساب الوقت ده. طبعا لقاء بعد شقة. قعدت مع حسين، كان يوم جميل جدا ولطيف لحد لما ابتدت العلاقة بينه وبينه. وساعتها لقيت نفسي حرفيا برفصه، مش قادرة مش قادرة استحمل ان هو يلمسني نهائي. ايه اللي حصل؟ انا مش فاهمة. ايه اللي عندي برضو مش عارفة.
بقى عندي حرقان غير طبيعي في المنطقة ديت. قعدت أسأل أكتر من حد يمكن يعني تكون حاجة بسبب الولادة، واللي يقول لي مثلا اقعدي في مطهر، واللي تقول لي اقعدي في مية دافية ومش عارف ايه، أو حط فيها ايه مش عارفة. بس كانت الحالة دي غريبة جدا، لأني أنا سألت أمي وملقتش أي حد حصل له حاجة، يعني حاجة شبه كده، سواء بقى ولدت طبيعي أو ولدت مثلا صناعي، مفيش الوضع ده خالص، ما بيحصلش. فما بقتش فاهمة أي حاجة في أي حاجة. وكل مرة حسين يقرر إن هو يحصل بينا ده، برضو أحس بنفس الإحساس ده وأقعد أرفضه. فما بتحصلش إن هو يعني يلمسني الفترة دي خالص. الفترة دي بقى حصلت مشكلة كبيرة بيني وبينه، وابتدى إن هو يعنفني علشان يعمل معايا العلاقة، عايز يعملها غصب عني. وأنا قعدت أفهمه إن أنا مش مستحملة إن هو يلمسني، وإني أنا حاسة بحرقان رهيب، كأنه زي ما يكون كده إنه حط شطة فيا، فمش قادرة. هو برضه مش راضي يستوعب أبدا الإحساس اللي أنا بحسه والألم اللي أنا بتألمه ده، وكل غرضه إن هو يوصل لمراده وخلاص، ومش مهم بقى يعني أي حد تاني. الفترة دي طبعا رجعت أتضايق منه تاني. خلاص يعني أنا كنت عديت المرحلة دي واتعودت على الوضع ده، لكن دلوقتي في ألم، في تعب، في حاجة غلط، في حاجة أنت مش قادر تستحملها أصلا علشان تحس بيها. هو مش بيفكر إلا في نفسه بس. فكلمت واحدة صاحبتي كده، فلقيتها بتقولي طيب ما تشوفي كده يكون حسين مثلا بيستخدم مراهم أو أي حاجة علشان يعني تساعده على العلاقة، يمكن مثلا هو عنده ضعف أو حاجة. فقلت لها ازاي يعني؟ طبعا لأ، أنا جوزي حسين يعني بقاله فترة وعمري يعني ما كان عنده ضعف ولا أي حاجة، ولا عمري لمحته يعني بياخد أي شيء. وبعدين قبل مثلا لما أولد مفيش أبدا الكلام ده، ده كان كويس جدا وأنا ما كنتش يعني بحس بأي حاجة. انتوا كنتوا في الأول عرسان يعني، فالواحد بيقعد فترة كده يعني صحته كويسة وبيعمل الموضوع ده باستمرار. يمكن بعد كده هو حس ان هو يعني ضعف، فابتدى ياخد اي مرهم او اي حاجة زي كده، رغم ان انا يعني ما كنتش مقتنعة اصلا ان هو محتاج حاجة. بس ممكن في حاجات تانية تتاخد غير المراهم طالما يعني بتتعب كده. فقلت احط كلام صاحبتي دوت في عين الاعتبار، واحاول ان اعرف اذا كان يعني هو بيعمل حاجة زي ديت ولا لا. ففعلا بقيت اراقبه قبل العلاقة، يعني لما بيجي من الشغل بقى ويبقى قاعد في البيت، ببقى حاطة عيني كده عليه، حاطة عيني في وسط راسي، عايزة اعرف لو دخل هنا بيعمل ايه او دخل هنا بيعمل ايه، في حاجة في ايده، في حاجة يعني بيستخدمها. بقيت مركزة معاه قوي، لحد لما شفته كده بيعمل وصفة على النار ما فهمتش منها أي حاجة، غير إن هي يعني فيها مية بصل. طبعا مية البصل ممكن هي اللي بتبقى بتحرق كده. طب هو حط إيه تاني؟ طيب إيه ده؟ طب هو بيستخدمها ليه؟ ما بقيتش فاهمة أي حاجة. وقلت أنا هستنى يعني لحد لما يجي وقت إن هو يطلب مني الشيء ده، يبقى فعلا هو الحاجة اللي كان بيعملها دي بيستخدمها. وفعلا لقيت حسين في اليوم ده طلب مني العلاقة. فضلت قاعدة بقى مستنية كده مترقبة، عايزة أعرف إني هحس بحرقان ولا لأ. وفعلا حسيته، وفعلا رفضته تاني. وساعتها بقى واجهته وقلت له انا عايزه اعرف ايه الحاجات اللي انت بتستخدمها، وايه الحاجه اللي انت بتحطها عليك ديت، يعني بتخليني احس بالاحساس ده. لقيت فعلا كلام صاحبتي كان صح، وحسين قال لي ان هو يعني بيعمل شويه حاجات كده علشان تساعده في الموضوع ده. ولما انا قلت له كده طيب بناقصها، ملهوش اي لازمه، قال لي لا دي مزاجي وراحتي وانا بحب كده. قلت له يا سيدي مش مشكلة، خد حبوب مثلا، في ناس بتاخد كده. فقال ان هو سنه صغير ومش عايز يدخل الكيمياء ديت والحاجات دي في جسمه، علشان يعني ما يتعودش. علشان كده هو استخدم الحاجات دي، لان هي ملهاش اي اضرار. قلت له بس هي ليها اضرار عليا انا تعبانة، انا مش قادرة اعيش معاك بالنظام ده، لان الموضوع ده فعلا بيضايقني وبيتعبني قوي. فهو برضه مش راضي اللي هو يستوعب اللي هو بيعمله ده، اللي هو بيضرني انا، وكل همه ان هو ايه ما يتأذيش، وهو برضو ايه يوصل للحاجة اللي هو بقى ايه عايزها. قلت له يا سيدي بنقصه، مش لازم تعمل معايا العلاقة. قال لي وانا متجوز ليه؟ يعني ايه المشكلة؟ انا عايز كده، انا حابب كده، اني انا يعني ابقى عامل كده، حابب ان انا اعمل باستمرار وابقى قوي يا ستي. حتى لو انا مش جامد قوي، انا برضو بحب العلاقة كده، بستمتع بيها. حاولت اكتر من مرة افهمه وجهة نظري، ولا هو هنا يقول لي لا انا ومن بعد الطوفان، يعني انا وبس، وانتي طز فيكي، مش مهم انت تحسي بايه خالص وقت العلاقة. طبعا انا في الفترة ديت يعني مش عايزة اقول لكم اني انا حرفيا كرهت حسين، لان الموضوع بتاع العلاقة دوت كفيل ان هو فعلا ينغص عليا حياتي. لما تلاقي الشخص اللي معاكي مثلا ما بيفكرش الا في نفسه، ويتعامل معاكي كأنك يعني حيوانة او بهيمة، مفيش اي احساس خالص. مفيش اي احساس خالص ان انتي زوجة او بني ادمة وعندك احساس صعب جدا اصلا ان انتي تعيشيه. وعلشان كده من الوقت ده انا فعلا كرهت حسين، وابتديت ان انا يعني في الوقت اللي هو بيغصبني فيه ان انا اعمل الحاجة ديت ابقى قاعدة زي المتضررة كده بسببه طبعا، وبسيبه يعمل اللي هو عايزه.
لكن بيبقى جوايا في قلبي نار بسبب الإحساس اللي أنا باحسه بيه ده، والإهانة وقتها طبعًا متخيلين إن أنا أوقات كتير كانت دموعي بتنزل من كتر ما أنا باتألم وكنت باتوجع، وهو عادي ولا هو هنا، أهم حاجة عنده إن هو يعمل العلاقة اللي هو عايزها وبس، وإن هو يكون مبسوط ويحس بنفسه إن هو راجل. ما كانش فارق معاه خالص بقى إحساسي ده، ولما رُحت لأمي واشتكيت لها وقُلت لها إن أنا ما بقيتش طايقة إن هو يلمسني، لإني أنا حرفيًا وقت العلاقة اللي هو المفروض العلاقة الحميمة اللي بتبقى فيها كل الأحاسيس الحلوة، بقت بالنسبة لي ديّة عذاب، وأنا عايزة أتطلّق. أمي ساعتها قالت لي إن هو ده بس لسه صغير وأكيد هيفوق لنفسه، وهيبطّل أكيد الحاجات اللي هو بيعملها دي، يا ستي سيبيه ياخد زهوته كده والجواز وزهوة البدايات. قُلت لها: بدايات إيه يا ماما؟ ده أنا داخلة في ال3 سنين أهو، يعني بدايات إيه؟ بدايات إيه اللي بتتكلمي عنها؟ المهم أمي قعدت تقول لي بقى كلام من هنا ومن هنا، فهمت ساعتها إن هي مش عايزاني إن أنا أتطلّق. ساعتها بقى عملت زي ما يكون كده حاملة جوايا قرارات، وعملت زي ما يكون كده كنت حاطة جوايا إني أنا أنبسط كمان، وأنا من حقي أعيش وأعيش لنفسي زي ما هو بيعيش لنفسه كده. أنا كمان هاخلي في وقت كده خاص ليا، أنا بقيت بخرج بتفسح وبروح يمين وشمال، اشتركت في نادي وبقيت باخد بنتي وأوديها في النادي، وعشت حياتي وقعدت وقت طويل جدا وأنا بالوضع ده. بس الوضع ده ما استمرش على كده، بس بقيت بدخل بقى في علاقات كتير بقى جوايا حافز كبير قوي إن أنا أخونه، وإني أنا أغلط في حقه، لأن هو ما يستاهلش أصلا غير كده. طالما ما دورش على مشاعري يبقى أنا كمان مش هفكر فيه كراجل. علشان كده كنت بحاول إن أنا أبسط نفسي كمان بره البيت، والموضوع ما اقتصرش على مكالمات أو علاقات طياري كده، لأ، بقى لازم الموضوع يوصل معانا لعلاقة كاملة غير شرعية، ويحصل بينا تجاوزات كتير. والصراحة أنا كنت ببقى مستمتعة جدا بيها، لأني مش مبسوطة مع جوزي بكل بساطة، وأكيد أنا كمان عايزة أنبسط زي ما هو كمان بينبسط. دخلت في علاقة مع أول واحد عرفته، وده كان من قلب النادي اللي أنا كنت فيه. كنت بشوف شباب كتير جدا، كلمة من هنا على من هنا، رقم التليفون بيتاخد في ثواني، وبعد كده بتحصل مكالمات كتير بيني وبينهم، وأي فرصة كانت بتجيلي إني أنا أعمل العلاقة ديت، سواء بقى عند الشخص ده أو في شقتي. صدقوني أنا ما كنتش بتردد أبدا، كنت فعلا بعمل كده، وكنت ببقى سعيدة جدا من جوايا إني أنا بخون حسين. عمري ما حسيت بالذنب ولا عمري اتضايقت، بالعكس، الوقت اللي كان بيعمل معايا العلاقة وأنا ببقى بتألم وبتوجع منها، كنت أنا من جوايا ببقى حاسة إن أنا شفيت غليلي. أنت بتوجعني دلوقتي وأنا مستحملة الوجع ده علشان خاطر حضرتك تنبسط، بس أنا بوجعك حتى لو أنت مش شايف. وقعدت فترة طويلة كده، ممكن ما كنتش عارفة أنا كلمت كام راجل. صدقوني الست ساعات لما بتتحط في مواقف ديت بتبقى واحدة تانية هي ما تعرفهاش. أنا حياتي كلها قبل الجواز ما عرفتش غير شخص واحد بس، ولما سابني ما عرفتش إن أنا أرتبط بأي حد تاني، ولا عمري كنت بتاعت علاقات ولا غيره. كنت قاعدة في بيتي ومحترمة نفسي، لكن حسين هو اللي وصلني اللي أنا فيه ده، إني أنا أكون الست التانية الوحشة اللي أنا أصلا مش عارفاها. ومع الوقت ابتدت علاقاتي بالناس تزيد، بنتي كانت بتكبر، وده ما كانش فارق ليا خالص، لأني أنا كمان كنت عايزة أوصل لمرادي. لحد لما عرفت واحد جامد من بتوع الجيم، انبهرت بيه. الولد ده بقى كان ليه معايا قصة طويلة قوي في معرفتي بيه، وفي إن أنا أصلا أبدأ معاه الكلام. وبصراحة بقى كنت حاسة كده إني أنا جنبه كتكوتة، وكنت فرحانة جدا إن أنا وصلت لشخص زي ده. تقريبا ده أكتر واحد أنا عشت معاه الفترة الأخيرة دي من العلاقات اللي أنا كنت فيها. إسلام كان شاب رياضي، وفي نفس الوقت كان بتاع كل حاجة وحشة وكل حاجة غلط، فكان بجد بيخليني أستمتع معاه في العلاقة بكل حاجة. وحسيت في الفترة ديت إن أنا عندي استكفاء بيه، لدرجة إن أنا كان نفسي حسين ده يختفي من الوجود ويختفي من حياتي خالص. بس طبعا أنا ما أقدرش أتطلق، وأنا خلاص اتعودت على كده. وبالعكس أنا حبيت الموضوع بالطريقة ديت، وما بقتش أفكر أصلا في موضوع الطلاق ده. لكن لما إسلام دخل حياتي ابتديت إن أنا أتمنى إن فعلا ما أكونش متجوزة، رغم إن أنا عارفة إن إسلام دوت مستحيل يتجوزني، وإن هو بس موجود معايا كده كعلاقة مش أكتر من كده، لأن هو دي طبيعته. واضح إن هو كان له علاقات كتير قبل كده. بس إسلام بقى ما كانش عنده شقة ولا عنده مكان إن هو يقابلني فيه، لكن لو هنقضي وقت مع بعض طبعا بيبقى عندي في شقتي. مش عايزة أقول لكم بقى أنا كنت مهملة بنتي بطريقة غير طبيعية، كل تفكيري كان في نفسي، إني أنا أبسط نفسي وأتكلم في التليفون، أنا في النادي قاعدة مع الناس، أنا بفكر في إسلام، أنا بكلم إسلام. بنتي ديت كانت ضيف شرف في حياتي، حاجة كده ماشية جنبي، بعمل لها حاجة بسرعة جدا بدون تركيز ولا اهتمام، وأكمل أنا بقى في حياتي.
ففي الفترة الأخيرة أهملت بنتي زيادة، وده لما عرفت إسلام. وأنا كنت مظبطة بقى أموري، عارفة مواعيد جوزي، يعني مستحيل إن أنا أغلط في إيه في ميعاد جوزي، أو يعني ما انتبهش. بعمل الحاجات دي في وقت معين من اليوم، لحد لما جه يوم معرفش إيه اللي حصل، وحسين ده جه من الشغل بدري، وجه بدري جدا يعني في ميعاد أنا ما كنتش متوقعة ده. هو ده علشان بختي، معرفش إيه اللي خلاه يجي في الساعة ديت. دخل وما عملش أي حس، ما سمعتش أي صوت ولا أي حاجة خالص، ولقيته دخل على الباب كده عندي وهو ماسك بنتي في ايده. وساعتها طبعا انا كنت مع اسلام في وضع صعب جدا ان جوزك يشوفك بيه. واول لما دخل عليا طبعا اسلام حاول ان هو يدافع عن نفسه، لان حسين ابتدى ان هو يقرب منه علشان يضربه. لكن زي ما قلت لكم كده، اسلام كان شاب من بتوع كمال الاجسام، ده كان طويل جدا وعريض وجسمه جامد. ضرب حسين ضربتين، انا لقيت حسين ده متكوم كده في الارض. ساعتها قعدت اقول له: انت رايح فين؟ رايح فين وسايبني؟ قال لي: انت مجنونه ولا ايه؟ هقعد اعمل ايه؟ شوفي اتصلي بالشرطه بقى، ولا اعملي اي حاجه، ولا اعملي اي حجه كده وراح واخد بعضه وطلع يجري، وسابني في موقف لا احسد عليه. الشخص اللي انا كنت في حضنه كنت بين ايديه سابني ومشي، وفي موقف زي ده. وقال لي: اتصرفي انت بقى. يعني الموضوع ما فيهوش برضو ايه ادميه، هو مجرد واحد بيستغلك او بيستغل جسمك، مش اكتر من كده. هو مش دايما بتبقى انت يعني اللي بتستغليه، ممكن يبقى هو اللي بيستغلك. ساعتها حسيت اني انا فعلا ضيعت نفسي. وعلى ايه؟ انا فعلا ممكن اصمم واتطلق من حسين، وما اعملش ابدا الحاجات ديت، ويعني انا كنت بنتقم منه، واديني انتقمت دلوقتي من نفسي. قعدت احط كده وداني على قلب حسين، امسك ايده مفيش اي نبض. حسيت ان هو خلاص مات، ما بقيتش عارفه اتصرف ازاي، وباين ان هو مضروب، يعني في حاجه مش طبيعيه. فلجأت ساعتها لابويا، اتصلت على بابا وانا منهارة، كنت عمالة بعيط ومش عارفة اجمع الكلام على بعضه. ولقيت بابا بيقول لي: ايه اللي حصل؟ طب هو وقع ازاي؟ طب اتضرب ازاي؟ فطبعا مش عارفة اقول له ايه. فلقيت نفسي كده بقول له: في 4 رجالة كده يا بابا دخلوا علينا وضربونا وطلعوا يجروا. فبابا قال لي: طيب اتصلي يا بنتي بالشرطة عبال لما اجيلك انا. ما هو انت لازم تتصلي بالشرطة، انت بتكلميني انا دلوقتي ليه؟ اتصلي بسرعة بالشرطة، واتصلي بإسعاف وشوفي جوزك دوت فيه ايه ماله. قفلت مع بابا طبعا، ولقيت بابا جاي واتصلنا بالشرطة والدنيا اتقلبت. وطبعا قلت نفس الكلام اللي انا قلته لبابا، علشان يعني ما ينفعش اغير كلامي. رجالة الامن مش عارفة ما كانوش يعني مرتاحين لكلامي، وقعدوا يعملوا كده تحريات وحولوني انا كمان نفسي على الطب الشرعي اللي اثبت ان انا كنت في علاقة في الوقت ده. زائد ان هم عملوا مسح للكاميرات، مفيش اي 4 رجالة طلعوا ولا نزلوا، خصوصا ان انا المفروض ان انا اتصلت بعدها على طول. اتصلت بالشرطة، كلامي مفهوش اي دليل مثلا ان هم يعتمدوا عليه غير الكلام اللي انا بقوله بلساني. فطبعا انا اصلا ما كنتش عارفة امسك اعصابي تماما، وكنت حاسة ان انا تايهة مش مجمعة اي حاجة. فبمجرد بس ضغط من رجال الامن عليا لقيت نفسي بعترف بكل حاجة، حتى اسلام اعترفت عليه، واللي ما كانش فارق معاه حاجة ابدا. يعني كان مفكر ان هو كده خلاص من الموضوع ومشي، ويعني خلاص الموضوع بالنسبة له ايه انتهى. اي نعم هم ملقوش اسلام على طول، وقعدوا فترة على بال يعني ما يجيبوه، لان هو تقريبا كان قاعد عند حد من صحابه، وكان مطمن بقى على الاخر، وكان مفكر بقى ان الموضوع ايه انتهى. لكن لما اتقبض عليه لقيته بيرمي كل الموضوع عليا، واني انا اللي عملت وانا اللي خليت وانا اللي سويت، وهو بجد هو اللي ضرب حسين. اول لما لقى حسين داخل كده عليه، هو ضربه علشان يخلص من الموقف ده، واترمينا احنا الاتنين في السجن. هو بنتي يعني بقى مين اللي هيربيها؟ استفدت انا ايه دلوقتي؟ ولا اي حاجة، ولا اي حاجة في الدنيا تستاهل ان انا احط نفسي في موقف زي ده، حتى لو بدافع الانتقام، حتى لو بدافع ان انا شايفاه ان هو يستاهل. مفيش اي حاجة ابدا لا تستاهل ان انا اعمل في نفسي كده. اديني خسرت شرفي وكرامتي وبنتي وبيتي اللي هو فعلا كان كويس ما عدا الحاجات ديت. ومن هنا عايزة اقول رسالة لاي واحدة ست بتسمعني: لو انت عندك مشكلة مع جوزك في اي شيء، يعني في العلاقة، في الاسلوب، في التعامل، في اي حاجة، ان في رجالة يعني ما تتعاشرش كتير زي كده، وزي ما برضو في ستات ما بتتعاشرش، اوعي تفكري ان انت تنتقمي منه باي شكل من الاشكال، ولا ان انت يعني تسيبي نفسك في علاقة ان انت يعني اللي هتخسري فيها، لان انت اللي بتدي في العلاقة دي من كرامتك انت، مش من كرامته هو. فالحل اللي المفروض اللي كان يعني تعمليه انك انت تتطلقي واشوف حد تاني ما يعملش معايا الموقف اللي هو يضايقني بيه. هو بجد العلاقة بين الست والراجل ما هياش علاقة شهوانية، لأنها ممكن تأثر على حياتك يعني كاملة مع مراتك بسبب مشكلة بينك وبينها في العلاقة الزوجية، فمحدش يستهين بيها أبدا. لو فعلا في مشكلة عندك مضايقاكي ما تعمليش زيي ولا زي غيري،
ودي كانت حكايتي معاكم النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم، متنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة.